السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة يا حبايبي هنعمل بسبوسة أو الهريسة بتاعة المحلات إن شاء الله بإذنك انت يا رب. معانا نص كيلو سميد أو سمولينا، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. معانا كوباية سمنة على زيت دوار الشمس. معانا كوباية سكر ومعانا كوباية مية. طب مية ليه؟ احنا مش هنحط لبن ليه؟ طيب احنا بنحط لبن يا حبايبي. اللبن بنشف البسبوسة. اللبن بنشف البسبوسة. حدانا علبة زبادي هنحطها كمان عشان دي يعني يعتبر اللبن رايب، هنضيفها على الخليط دي بس. لكن لبن حليب او لبن يعني لا. اللبن بنشف البسبوس زي ما بنشف الجرس والكعك والحاجات دي. دايما احنا لو حطينا لبن على الجرس او الكعك بنحطه رايب، عشان اللبن الرايب بيطري اصلا العجينة او الكعكية او الجرسية بعد كده. فاحنا هنحط مية على البسبوسة بتخلي البسبوسة طرية وزي الفل. يلا هنعمل ايه؟ ان شاء الله بإذن الله هننزل بالخليط ده كله في الخلاط. دي سمنة بلدي يا حبايبي برضو، بس اخر سمنة عندي بصراحة، فكملتها زيت من زيت دوار الشمس. ده زيت نظيف طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بالمية. المية دي يا جماعة أحلى نعمة سبحانك يا رب، نعمة والله ربنا مش يحرمنا منها أبدا يا رب، اللهم آمين يا رب. هنضرب الخليط ده على الخلاط أو في الدرج اهون، وهرجع لكم. أنا هولع الفرن. دهنت الصينية بتاعتي جهزتها بالسمنة بلدي برضو، وهولع الفرن علشان هنضرب الخليط وننزل على الدقيق على طول. مش بتاخد وقت، فعايزين نولع الفرن عشان يبقى ساخن، عشان لو هي خشت على نار باردة يا جماعة الدقيق السميد دي أصلا بيروح شاقد على طول فبتنشف. لو خشت على نار هادية الهريسة دي برضو من الأسباب اللي بنشف الهريسة. هي عايزة نار قوية تروح شغالة على طول فما تنشفش منها. ماشي. يلا عشان ننزل بالخليط يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بسم الله، الله أكبر. بسم الله. شايفين الخليط عامل ازاي؟ مش هنحط زبادي يا حبايبي، ما لقيتش الزبادي. يلا بسم الله. هنقلب مش بنعجن يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت الفرن، شغلت على النار، هيغلي غلوتين كده واروح اطفيه عنه النار. خلاص مش عايزينه يعني سيرم يعني. يلا انا هكمل بقى عشان اشتغل بداية الاتنين. يلا يا حبايبي ادي الصينية قدام حضراتكم، ما شاء الله على الجمال. مسكناها كده من الجناب، خبطنا كده الاول من الحرف كده الاول، وبعدين نزلناها كده قيمة 3-4 خبطات بالطريقة دي. اما نمسك الصينية من الحرف كده الاول زي ما وريتكم كده، لف وبعدين ناخد الصينية على بعضها وننزلها خبطتين كده او 3 على الرخام او المطبخ بتاعكم. ماشي. يلا ندخلها الفرن. وطفينا على الشربات، مفيش ليمون مفيش فانيليا مفيش اي حاجة خالص. حطيت ربع المعلقة، معلقة يعتبر صغيرة من البيكنج باودر بس. يلا يا حبيبي طلعنا الصينية من الفرن.
انا ولعت عليه شويه من فوق يا حبايبي. يلا ننزل عليها بالشربات سخن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي سخنه كده ان شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله. كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، عبر واحد. ان شاء الله شربت السيرب اهو. ان شاء الله. اللهم بارك. لونها حلو، خلع من الجنب ازاي. طيب اعرفها استوت ازاي؟ تعرفها استوت من الجنيه، تلاقي الجنيه استوى احمرت كده وخلعت من الصينيه، يبقى كده احمرت. لو وشها احمر عادي ماشي. لو هتحط لو مش احمر من الفرن نفسه خلاص، ولع الشوايه زي ما انت ولعت شويه كده وانت شايفه كده اللون الجميل ده من الشوايه يا حبايبي. أنا فرن غاز ماشي. يلا هنسيبها تهدى شوية وبعدين نقطعها. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، حلوة. يلا يا حبايبي هنقطعها. يلا يا حبايبي قطعنا البسبوسة. شايفين عاملة ازاي طرية. اللهم صل على النبي. عشان قطعتها وهي سخنة على طول، هاني بدي اشوفها اطبخ فانا مستعجلة شوية. ماشي. تعالوا بقى اما نشوف الهري البسبوسة ذات نفسها. تبرد حبة هتطلع طبعا الخرطة متماسكة. أنا سقيت الشربات وقطعت وشيلت على طول. خلاص يا حبايبي فسامحوني، بس أنا منزلاها برضو كده ايه بالسباتيلا. تعال. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله. شايفين يا حبايبي طرية ازاي. لما ندوق كده. بسم الله. الله يا جماعة طرية مش ناشفة خالص، عشان المية حلوة يا جماعة بتضطر العجين سوا ده طرية. طعمه حلوة جدا. قولوا لي بس يا جماعة، صراحة مش عارفة أبطل. وهي مش مسكرة، يعني مش السكر اللي هي ايه نفسك تجزع منه يعني. جميلة. حلوة. الله. عمايل ايديا وحياة عينيا، وتسلم ايديا وايديكو وعينيا وعينيكو حبايب قلبي. كل من شاف الفيديو يحط اللايك ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يدعو لغزة يا حبايبي، يدعو لهم ربنا يفك الكرب اللي هم فيه ويحوش عنا. احنا في كرب برضو شديد، بس نحمد الله الحمد لله احنا في امن وامان الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كنت عايزه اوريكم خرطه متماسكه كده بس مش عارفه بقى. نجرب تاني. لان طلعت من الفرن نزلت بالشربات وهو سخن على طول وشلت الخرطتين دول. بس بصراحه تاكل صينيه كلها. مفيش حاجه خالص يا جماعه، ولا فانيليا ولا ليمون ولا عصير ليمون على الشربات ابدا. حطينا معلقه سمنه بلدي في الشربات
دي بس اللي احنا حاطينه زي ما المحلات بتعمل بالظبط، طريقة المحلات بالظبط من الأول للآخر. خلاص يا حبايبي، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف هنا وشفا.